عاد فارس من الحرب والناس يهتفون له. كان يحمل سيفه وترتفع هيبته في أعين الجميع، لكن وسط الزحام رأى طفلا صغيرا يبكي خوفا منه. كان الطفل يرتجف من صوت الدرع ومن لمعان السيف. توقف الفارس ثم اقترب ببطء، خلع خوذته ووضع سيفه على الأرض، ثم جلس بجانب الطفل وقال له بلطف: لا تخف، القوة لا تؤذي الضعيف. راقب الملك المشهد ثم سأل الفارس: لماذا تركت هيبتك؟ ابتسم الفارس وقال: إن كانت هيبتي تخيف طفلا فهي ليست مجدا. ساد الصمت ثم صفق الناس، لكن هذه المرة بصمت عميق واحترام أكبر. القوة الحقيقية ليست أن ينتصر الناس لك، بل أن يطمئنوا بجانبك. والسؤال لك أنت: من الأقوى في رأيك، من يخيف الناس أم من يحميهم؟